سيداتي وسادتي، معانا الممثل العماني وائل سالم الفزاري لفيلم الغريب بيننا. كيف حالك يا وائل؟ الحمد لله بخير نشكر الله. شكرا على الاستضافة عاهد. كيف شعورك بعد ما نزل هذا الفيلم وأنك تشوف نفسك في الشاشة الكبيرة لأول مرة؟ وهل هذا أول مرة تشوف الفيلم؟ صراحة هذا أول مرة أشوف الفيلم. بصراحة شعور جدا حلو بحضور أصدقائي من أصدقاء الطفولة، منهم الجميع اللي جاي وساندني، وكان جدا شعور رهيب وما ينوصف بحضور الشباب. طبعا ما ينوصف طبعا هذا الشيء ما ينوصف، من ضمنهم أنت من أول الناس اللي جاي. أوكي، عنك كم من أسئلة راح أسألك كذا، حوالي يمكن 9 أسئلة. جاهز؟ إيه جاهز. أوكي، كيف حصلت على هذا الرول ومتى عرفت أنك حصلته؟ هذا الرول حصلته عن طريق صديقي جو براين، هو اللي رشح لهذا الدور، وبعدها عملت كاستن مع المخرج، والحمد لله اقتنيته بنجاح، والفضل لرب العالمين قبل كل شيء. فيوسف الحوسني كان له يد وله دور بتوجيهات هذا الدور اللي أنا كنت فيه، ونقدر نقول الحمد لله يعني على هذا الفرصة، وإن شاء الله نستمر بالقادم بإذن الله الواحد لحد. إن شاء الله. وكم فترة يعني اشتغلت على هذا التمثيل ومتى انتهى الشوتينج؟ هذا التمثيل كان يتراوح فترته ما بين 4 إلى 8 شهور، بفترات متقطعة بمشاهد معينة وبإضافات، وناهيك عن البوست برودكشن والفريق اللي يعمل خارج الكاميرات. فكتمثيل كان جدا في بعض المشاهد اضطرينا أنها نعيدها، بخصوص أنها تضيف جمالية للمشاهد وللشاشة. وهل كان في أي صعوبة في التمثيل أو أي شيء وأنت يعني تشتغل؟ لا الحمد لله، بس كان معي في الكادر ناس شوية تسوي حركات تضحكني يعني، فكان حلو، ما كان فيه أي صعوبة بالذات. فأعيد وأكرر وأقول كان من ضمنها توجيهات المخرج حافظ، وتوجيهات يوسف الحوسني، وطبعا الأستاذة الكبيرة ميمونة المعمري. الحمد لله قدرنا يعني نجيب ونكون بأحسن صورة وبأحسن حال الحمد لله. أوكي تم، بس باقي شوية أسئلة. وإيش هو مشهدك أو جملة مفضلة اللي أنت قلتها في الفيلم؟ وهل في أي أفكار أنت جبتها في الفيلم؟ في عدة أفكار أنا جبتها بالفيلم، بس ما أعرف إذا مصرح حالي أقول حالة، بس من ضمن العبارات الفنان اللي كنت أقولها اطلعوا برا، هذه الكلمة اللي أنا عجبني فيها صراحة. راح وإيش أنت تأمل أن المشاهدين ممكن يتعلموا ويستفيدوا من الفيلم اللي أنتم سويتوه يعني؟ طبعا هذا الفيلم واضح في رسائل ورمزيات، وأنت وأنا أعرف وإيش رموز هذا الرسالة. طرد الأراضي، أصحاب الأراضي، من فيها رمزيات معينة بحيث أن المشاهد يعرف ويستنبط ويش هدف هذا الفيلم، ونتمنى أن ينال إعجابكم وتعرفوا ويش حقيقة هذا الواقع. بتقول منهم الجواسيس ومن الناس اللي تقدر فيك، اللي هم أقرب الناس طبعا، اللي تربوهم وتأكلوهم ومن ضمن الكلام ما بقدر أقوله زيادة لأنه يعتبر حرق للأحداث، فأتمنى أن ينال إعجابكم إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن جايين الحين للختام لهذا المقابلة، وإيش النصيحة اللي ممكن تعطي لواحد عماني يبغى يبدأ يمثل؟ تعالوا في جمعية السينما العمانية، تعرفوا على ناس، اعرضوا أدائكم، إذا كان لكم أعمال سابقة اعرضوها لهم، الناس ما بتقصر، بتوريكم يعني، بتعطيكم اقتراحات، وخصوصا إذا أنتم جلستوا مع ممثلين متواضعين أكيد راح يفيدوكم من كل الجوانب اللي أنتم تريدوا توصلوا إليها، من ضمنهم الإرشادية. أصحاب الإرشادات أنا بالنسبة لي كانوا حافظ وأستاذ يوسف وميمونة. الإرشادات هي هذه المهمة، لأن من غير الإرشادات تكون مواهب ضائعة للأسف الشديد. فأنا أرشح يعني الناس اللي مهتمة لهذا المجال تسجل للجمعية، تتواصل مع الأشخاص المعنيين كيف أن هذا المجال حابين يكونوا فيه، سواء كمصورين أو ممثلين أو ميك اب ارتست أو أي شيء تقدر تخدم في هذا المجال وتخدم نفسك وتوري مواهبك. هل راح نشوف المزيد من التمثيل منك؟ أكيد إن شاء الله بإذن الله الواحد لحد بيكون في أفلام كثيرة قادمة، وإن شاء الله بجيب معاي مؤنس وخليه شرطي قوي يعني معي وبجيب معاي أنس، لأن أنا أحتاج طيارين صراحة يعني من فوق نريد نقصف يا أخي صراحة. أوكي. قبل ما ننهي هذا، هل في أي كلام حاب تقوله من عندك قبل ما نخلص؟ أيوة، حاب أقول لكم بعض الأحلام تتحقق مثل ما قال لكم يوسف الحوسني اللي هو جو براين. كادروا، طلعوا أفكار جديدة، تناقشوا مع المخرجين، لا تسلكوا، لا تسووا الأشياء اللي هم يقولوا لكم، سووا الأشياء اللي أنتم تقتنعوا فيها بحيث أن أنتم تتقنوا هذا الدور من الأول إلى التالي. فإن شاء الله تكونوا واصلين للهدف اللي أنتم تريدوه، والله يوفق ويبارك الجميع. الحمد لله رب العالمين. وين ممكن يعني المشاهدين يلقوك في السوشيال ميديا لو كان عندك؟ أنا حاليا
الحين انا السوشيال ميديا مالي غطيته لفيته على صوب، فبسوي سوشيال ميديا اللي هو موجود اللي هو وائل زوز في انستغرام، وبعدين عاد نفكر نفتح يوتيوب، قناة يوتيوب بحيث ان نعرض فيها الاشياء الممتازة، نصائح، ورشات مثل ما يعمل يوسف الحوسني. فنحن حاليا نفكر ان الحساب الخاص نخليه حساب عام، بحيث انه ممكن الفانز والهيترز طبعا يكونوا موجودين، لان الهيترز تعرف يسوون لنا جو يعني زيادة، ما يكون ملل ومجاملات. سيدات وسادتي، هذا كان وائل سالم الفزاري ممثل العماني، وان شاء الله راح نشوف المزيد منه. وشكرا لانك جاوبت على اسئلتنا. شكرا عاد، شكرا احسنت، يلا فيك البركه حبيبي. ماي بيجست سبورتر جايز، بيجست سبورتر other than these two. انتم في الملك العربي تجيوا